كل سنة وانتوا طيبين. العيد خلص يا ولاد، النهاردة رابع يوم وخلاص خلص على خير الحمد لله. يا رب يكون عيد سعيد كده ويكون كان سعيد ومبروك عليك وفرحانين ومطمنين ومبسوطين يا قادر يا كريم يا رب العالمين. أعرفكم بقى بنفسي، أنا إيمان إدريس مهندسة، لكن بحب المطبخ جدا، بموت في المطبخ. عيشتي وحياتي كلها في المطبخ، واحب اعمل الاكلات القديمه الاصيله، وما احبش العب في الاصول ابدا، الحاجه اعملها على اصولها. ما بحبش الافتكاسات، نادرا لما اعمل افتكاسات. بصي الجمال ده، شايفه الرقاق وجماله؟ لو عايزه الطريقه هنزل لك اللينك بتاعه، انا عملته قبل كده وكان جميل جدا. بصوا بقى هعمل لكم النهارده كتف ضاني زي ما انتوا شايفين كده. ده متبلاه من بالليل في بصلتين وطماطمايه وعلبة زبادي وليمونتين وملح وفلفل، وضربتهم في الخلاط وتبلتهم من بالليل. وصحيت الصبح بقى رحت منفضاه من التتبيلة بتاعته، اهي التتبيلة زي ما انتوا شايفين كده. وهروح في طاسة كبيرة بقى، هتشوفوا هعمل فيه ايه. هتقولي لي طب اللي ما عندوش كتف وعنده مثلا كيلو لحمه ضاني، اهو يا حبيبه قلبي ادي كيلو من الزند، قطع لحمه زي اللوز، هعملها بنفس الطريقه، بس اللحمه دي ما تبلتهاش ولا حاجه، نسيت اتبلها الحقيقه يعني. بس ما يجراش حاجه، هتطلع برضو زي الزبده وفي منتهى الجمال. بصي اللحمه عامله ازاي، زي الفل. هتجيبي الطاستين تحطيهم على النار وتسخنيهم كويس، وانزلي فيهم بمعلقه زيت على معلقه سمن، وهتدي صدمة بقى للحمة بتاعتك. بس الأول نقول الدعاء بتاعنا: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما بنا من نعمة فمن عند الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب دمها علينا نعمة يا رب، واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا وآخرة، وكفينا شر المرض، وكفينا شر الأذية، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر الوحش كله يا رب العالمين. واحفظنا واحفظ أزواجنا واحفظ أولادنا، واحفظنا من كل سوء، واحفظ ولادنا وطمنا عليهم ونجح مقاصدهم وفرح قلوبنا بيهم يا قادر يا كريم يا رب العالمين. بصوا بقى، في كل طاسة هحط اللحمة بتاعتي تتحمر وتاخد صدمة كده ويبقى لونها حلو من الناحيتين. قطع اللحمة مش هحط عليها اكتر من فلفل اسود، بس رشة فلفل اسود، مفيش. هتقعد بتاع 5 دقايق واقل من 5 دقايق تاخد لون حلو، واروح قلباها الناحية التانية، والناحية التانية برضو اروح رش عليها رشة فلفل اسود. وادي الكتف حطاه في الطاسة الكبيرة اهو ياخد لون، واصبري عليه شوية، مفيش بتاع 10 دقايق، واقلبيه الناحية التانية برضو هياخد نفس اللون الجميل. وبعد كده هروح حاطه الاتنين، كل الكتف احطه في صينية، والقطع اللحمة دي اروح حطاها في حلة، واخده بالك؟ بصراحة يا بنات اللحمة الضاني لما بعملها بالطريقة دي بتطلع جميلة جدا ومبروكة كده وجوسي ومحتفظة بالعصارة بتاعتها، وبتطلع زي الزبدة وزي اللوز، بتبقى أحسن 100 مرة من لما بشويها. أنا مش هقدر أجازف بقى وأقعد أشوي، وممكن تتلسوع من بره أو تتحمر من بره وتبقى نية من جوه، لا لا، اللحمة غالية، ما أقدرش أبدا أجازف وأعمل كده. أنا دايما أعملها بالطريقة دي وبتطلع تجنن، وبرضو هتطلع فيها ريحة الكباب ما تقلقيش يعني، لاني هعمل لها تركة هتخليها ريحتها كباب كأنك شويها بالظبط. بصي اللحمة بقت زي اللوز واتحمرت ازاي. هروح حطها في حلة وعليها كوباية مية وغطيها بقى وهدي النار، خليها تعيش مع نفسها بقى، تقعد ساعة تقعد ساعة ونص زي ما تقعد. والكتف اهو اديني حطيته في صينية، وهنزل عليه برضو بكوباية مية مغلية وهغطيه بورقة زبدة والفويل، واروح مخرمة الفويل من فوق كده واسيبه على البوتاجاز، مش هدخلها الفرن، ده على البوتاجاز من فوق، وهدي النار. والعيش بتاعي اهو رحت مقطعه وحطيت عليه معلقتين سمن وهدخله الفرن. بصي خارج زي الورد ازاي، بقلاوه ده يا اخواتي مش عيش، لا والله بقلاوه. يلا بقى نعمل الصلصه بتاعتنا: شويه توم في معلقتين سمن ومعلقه زيت، ونحمرهم واخليها كده لونها ذهبي، اوعي تلسوعوا ولا يتحرقوا منك. بصي اللون جميل ازاي، واروح نازله عليهم بربع كوبايه خل. تمام كده؟ قولي لي تمام كده. وانزلي بقى عليهم بالطماطم اللي انتي مصلصلاها، اي قطعه عندك. انا كنت الطماطم بتاعتي مصلصلاها، انزل عليها بالطماطم كده زي ما انتي شايفه، واروح ملحلحاهم بكام كبشه شوربه، كبشتين 3 كده، المهم يبقى لها قوام حلو. وانزل عليها بالملح والفلفل ومعلقه السكر اوعي تنسيها، وغلوتين 2 وبس، وتطفي عليه وخلاص هتبقى زي الفل، وريحتها تجيب لاخر الشارع.
انتوا عارفين بقى الصلصة ام خل وتوم وريحتها وفضايحها. بس كده تمام التمام. اديني بحط لها شويه فلفل اسود وهحط لها حبه ملح، وما تنسيش معلقه السكر دي بتخليها حلوه وما تخليهاش مززه خالص. يلا بقى نعمل العقد بقى بتاع الرز الابيض بتاعنا بتاع الفته. بصوا بقى، معلقتين سمنه على معلقتين زيت، ونزلت بالميه بتاعتي على حسب الرز، كميه الرز اللي انا عايزاه، كوبايتين كوبايتين، تلاتة تلاتة. واول ما يغلي كده كنت حاطه الملح، وظبطي الملح بتاعك وروحي نازله بالرز اللي مغسول وكان منقوع بتاع نص ساعه. تمام كده تمام كده. وروحي مقلباه تقليبه وغطيه بقى، وانقليه على العين الاقل شويه وتحت منه شياطه، وغطيه. هيبقى مفلفل وجميل وهيستوي مفيش 10 دقايق. بصوا الجمال بقى. لازم ادوق بايديا، لازم اتحسسها بايديا واحس كده الرزايه مصحصحه كده وملحلحه في ايدي. كده زي الفل تمام كده. يلا بقى نعمل الفته بتاعتنا بقى. بصوا بقى التركه هي يا ولاد، كنت هنساها. تروحي حاطه الفويل بقى، تعمليها طبق كده، وتروحي حاطه الفحم وهو والع، وتفيه بمعلقه سمن. بصوا الكتف اتحمر وبقى لونه جميل يجنن وبقى زي الزبده، حلو قوي. وبرضه اروح مغطياه برضه عشان يبقى ريحته كده كباب. وادي الصينيه بقى، احط الاول العيش وانزل عليها بكبشتين 3 شوربه، بس ما تكتريش الشوربه علشان ما تبقاش طريه قوي، ولازم يكون العيش فيه قرمشه كده شويه، واغطيه يا دوب دقيقتين. وانزلي بقى بالرز المفلفل بتاعك كده على العيش، وسويه كده تسويه جميله. ادي الفته زمان كنت بعملها في صينيه واغطيها بالرز خالص. دلوقتي بقيت اعمله في صينيه سيرفيس كده كبير، وايه، وابين الحرف بتاع ال العيش من على الحرف، واحط الرز املاها كلها ما عدا الحرف. بصي الرز جميل ومفلفل ولونه حلو ازاي، لو تشمي الريحه دي تجنن تجنن. الرز الابيض بتاع الفته ده ريحته تجنن، لانه معمول بسمنه بلدي بقى، وريحته حلوه قوي قوي والله يا ولاد. وانزلي بقى بالصلصه بتاعتك كده داير داير. على رأي ماما داير داير. بصي الجمال. وروحي نازله بالكتف بقى، حطيه في النص، الكتف المحمر روحي حطاه على وش الفته كده. يا سلام يا ولا، اخر دلع والله واخر جمال. واعملي الحركه بقى بتاعت المحلات بقى، خدي الورق الفويل وغطي بيها العظم اللي في الحروف، غطيه من هنا وغطيه من هنا. ولا اجدعها محل، ولا اعظم محل، حاجة كده فاخر من الآخر. بصي بقى قطع اللحمة اللي هي من الزند اهي استوت وبقت زي الزبدة، ما بحط لهاش حاجة غير ملح وفلفل، والملح بحطه في الآخر خالص. جميل جدا. كان نفسي امسك العضمية دي عشان يقع منها والله، واحنا بناكلها كان اللحم بيقع من العظم. بصي، ورحت عامله شويه بتنجان مخلل كده، سلقت البتنجان وعملت له حبه توم على حبه فلفل احمر على حبه فلفل اخضر، دقتهم بشويه كمون وملح، ورحت حط عليهم شويه خل وليمونتين، ورحت عاملاه بقى بالخلطه والدقه الجميله دي. بصي المنظر بقى، شايفه الجمال، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. تحفه تحفه والله يا ولاد، يجنن فعلا. اكله عظمه، اكله فاخره، يعني حاجة كده. ولا الرقاق بغاشة، بقلاوة ده مش رقاق، حاجة فاخر من الآخر. يلا جربيه، وما تنسيش تعملي لي متابعة على صفحتي على إيمان إدريس وأكلاتها الجامدة، ومتابعة برضو سبسكرايب على اليوتيوب برضو إيمان إدريس وأكلاتها الجامدة. اوعي تستخسري فيا اللايك، ولو بتحبيني بقى شيري بقى لحبايبك. ولو بتعزيني قوي 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 بقى، افضلي شيري كتير.